كبيرة لدى شعوب المايا ليست بالضرورة نهاية العالم كما روج لها في الآونة الأخيرة. في مختلف بلدان العالم الكثيرون صدقوا هذه التنبؤات الخاطئة، محضرين أنفسهم لمغادرة الوجود يوم الجمعة 21 من دجنبر 2012. في إحدى البلدات الإيطالية المعروفة بهدوئها انتشرت إشاعة نهاية العالم، لكن القليلين فقط اهتموا بهذه التنبؤات. بعض السياح الذين قصدوا المنطقة لقضاء العطلة فضلوا البقاء في البلدة ليعيشوا تحقق هذه النظرية أو تكذيبها. الجميع هنا يتحدثون عن نهاية العالم، لذا بقينا هنا لنرى إن كان شيء سيحصل. في فرنسا وبالتحديد في بلدة بوغاراش التي قيل أنها ستنجو من دمار نهاية العالم المحتملة، واجهت السلطات بعض الزوار الذين حاولوا التوجه إلى قمة جبل البلدة والكهوف المتواجدة هناك. تم تسجيل انتشار بعض وسائل الإعلام التي قصدت البلدة لتغطية أي نشاط محتمل يوم نهاية العالم المزعومة، ليجدوا البلدة على حالها يسودها هدوءها المعتاد. غدا سينتهي كل هذا وسيغادر الجميع، وحينها سنحتفل بعيد الميلاد. في غواتيمالا ودع المايا حقبة مهمة من تاريخ هذه الشعوب في طقوس احتفالية تعكس تقاليد هذه الفئة الفريدة. رقص وغناء إلى ساعات الصباح الأولى لاستقبال مرحلة جديدة من حياة المايا والاحتفال بعالم مليء بالحياة أجلت نهايته إلى أجل غير معلوم.